السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية عام وأزهر دفعة 2027، أهلا بك يا صديقي العزيز في كورس تأسيس الإحصاء. عامل لك يا صديقي كورس فخر من الآخر. كل طلبة أدبي 2027 عام وأزهر أولادي وبناتي يخلي باله من كورس التأسيس ده يا صديقي، عشان احنا محتاجينه ضروري جدا 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 قبل منهج الإحصاء. بص يا صديقي، الكورس ده هو هينزل لك إن شاء الله بتاريخ 1/8 الساعة 9 بالليل بفضل الله وباذن الله. احنا عاملين كورس جامد جدا جدا جدا. اي طالب هيسمع الفيديو ده يشيره لكل زمايله وكل اصحابه. عندك الرقم ده رقم الدعم الفني الخاص بالمنصه. الرقم ده مهم جدا جدا، لازم تسيفه عندك عشان اول ما نفتح حجز الاونلاين ان شاء الله باذن الله، وهفتح حجز الاونلاين ان شاء الله خلال اسبوع. ده رقمي انا يا صديقي، رقم الشخصي. اي مشكله في الماده العلميه، اي مشكله، اي سؤال مش فاهمه، لازم يا صديقي تتواصل معايا فورا بفضل الله وباذن الله. ان شاء الله بعد ما نخلص الكورس ده هو هفتح حجز الاونلاين لكل طلبه الجمهوريه، وبفضل الله مجهز لك كورس الاحصاء جامد جدا يا صديقي. هروق لك على الاحصاء، عندي 5 ابواب وهفهمك تفاصيلها. هنبدا مع بعض. بدايه الفيديو بتاعنا هتكلم عن الاعداد الطبيعيه، الاعداد الصحيحه، الاعداد الزوجيه، الاعداد الفرديه، الاعداد الاوليه. ركز معايا. طبعا الكورس يا صديقي انت ممكن تسمع حاجات فيه تقول المستر احمد بيتكلم في ايه. انا بتكلم على اساسيات يا صديقي. يعني ايه اساسيات؟ يعني جايب لك من اولى ابتدائي لحد ثانيه ثانوي، خاصه طلبه ازهر اللي هم ما كانش عندهم رياضه في اولى ثانوي وثانيه ثانوي. هبدا معاك يا صديقي باول مجموعه اسمها مجموعه اعداد العد. الله، مجموعه اعداد العد دي المجموعه اللي انا هستخدمها في العد. اول ما استخدم المجموعه بتاعت اعداد العد بقول لك ايه؟ انا رايح اعد هقول ايه؟ 1 2 3 4. طب يا صديقي مجموعه اعداد العد برمز لها بالرمز ايه؟ ركز معايا. هرمز لها بالرمز عين. هرمز لها بالرمز ايه؟ عين. مجموعه اعداد العد هرمز لها بالرمز عين. اعداد العد اللي هي 1 2 3 4 5 الى ما لا نهايه، دي اسمها مجموعه اعداد يا صديقي، مجموعه اعداد العد. فرضا انت دخلت قاعة درس كده، فتحت القاعة قلت لك عد الطلبة اللي موجودة هناك، فتحت القاعة ما لقيتش فيها ولا طالب، فعدد الطلاب الموجود هتقول لي ايه؟ عدد الطلاب الموجود هتقول 0. طب هل الصفر ده موجود في عين؟ يعني في اعداد العد؟ لا. اول ما اضيف 0 للمجموعة دي هتظهر عندي مجموعة جديدة اسمها مجموعة الاعداد الطبيعية. مجموعة الاعداد الطبيعية يا صديقي هرمز لها بالرمز طه. الاعداد الطبيعيه هتبدا بايه؟ اعداد العد بدات 1 2 3 4 الى ما لا نهايه، اعداد موجبه طبعا. الاعداد الطبيعيه هتبدا بالصفر، هتبدا بالصفر 1 2 3 4 الى ما لا نهايه، يبقى دي اسمها الاعداد الطبيعيه. تمام كده؟ طيب ماشي. صفر والاعداد الموجبه، يعني يا صديقي هنا اول ما اعمل شكل فين كده بقول لك انا عندي هنا الصفر، عندي هنا العين اللي هي اعداد العد اللي هي 1 و2 و3 و4 على بعضهم يدوني مين؟ يدوني طه. بعد كده يا صديقي دخلت على الاعداد الصحيحه اللي انا برمز لها بالرمز صاد. الله ينور عليك يا عم احمد. الاعداد الصحيحه اللي انا برمز لها بالرمز صاد اللي هي دي، ادي الاعداد الصحيحه. الاعداد الصحيحه يا صديقي انا عندي هنا ايه؟ 0، بعدين عندي موجب 1 موجب 2 موجب 3 الى ما لا نهايه، يعني 4 و5 و6 الى ما لا نهايه. الاعداد الصحيحه السالبه اللي هي -1 -2 -3 الى ما لا نهايه. عايز افهم انا افهم ايه يا صديقي هنا؟ ركز معايا. دي الاعداد الصحيحه السالبه، دي الاعداد الصحيحه الموجبه. الله، يعني صاد دي لو انا حبيت امثلها على خط الاعداد، في عندي يا صديقي هنا الصفر اهو، عندي صفر، عندي موجب 1، عندي موجب 2، عندي موجب 3، عندي موجب 4 الى ما لا نهايه، هنا موجب ما لا نهايه، هنا عندي يا صديقي -1، هنا عندي -2، هنا عندي -3، هنا عندي -4 الى سالب ما لا نهايه. هنا الاعداد الصحيحه السالبه، هنا الاعداد الصحيحه الموجبه، وبعد كده يا صديقي عندي صفر. الصفر ده عدد ايه؟ متعادل، ليس موجبا وليس سالبا. طيب ماشي. رايح اتكلم على الاعداد الزوجيه. ايه هو العدد الزوجي؟ اي عدد يقبل القسمه على 2، يعني ينفع يتقسم على 2، ده اسمه عدد زوجي. يبقى ايه هو العدد الزوجي؟ اي عدد يقبل القسمه على 2 يبقى ده عدد زوجي. تمام كده. بص يا صديقي هديك علامه ثانيه. ايه العلامه الثانيه؟ اي عدد
أي عدد يبدأ بصفر، يبدأ باثنين، يبدأ بأربعة، يبدأ بستة، يبدأ بثمانية، أي عدد يبدأ برقم من الأرقام دي يبقى أقول عليه عدد زوجي. أي عدد يقبل القسمة على 2 يبقى عدد زوجي. يعني مثلا هنا قلت لك 8561، هنا بدأ بواحد، هل بدأ بالصفر أو اثنين أو الأربعة أو الستة أو الثمانية؟ أي عدد يبدأ، يعني يبدأ يعني يكون أحاده، يبقى العدد ده زوجي؟ لا، العدد ده هو مش زوجي. طب أول ما أقول لك هنا 9574، العدد ده بدأ بكام؟ بأربعة. ما دام بدأ بأربعة يعني بدأ بعدد من الأعداد الزوجية، يبقى إذا كل العدد ده بسميه إيه؟ عدد زوجي. يبقى العدد الزوجي أنا بعلمه بإيه؟ بعلمه بحاجتين: يقبل القسمة على 2 سواء موجب أو سالب، ما يخصنيش موجب ولا سالب، ما دام العدد يقبل القسمة على 2 يبقى زوجي. أي عدد يبدأ بصفر، يبدأ باثنين، يبدأ بأربعة، يبدأ بستة، يبدأ بثمانية، يبقى ده عدد زوجي. أدخل بعد كده على مين يا صديقي؟ الأعداد الفردية. ايه هي الاعداد الفرديه؟ هو العدد الفردي برمز له بالرمز فيه، هو العدد سواء موجب او سالب لا يقبل القسمه على 2. العدد الفردي ماله؟ لا يقبل القسمه، الله، لا يقبل القسمه على 2 يا صديقي. العدد الفردي هيبدا بواحد او 3 او 5 او 7 او 9. اي عدد يبدا برقم من الارقام دي يبقى العدد ده عدد فردي. اي عدد لا يقبل القسمه على 2 يبقى عدد فردي. يبقى يقبل القسمة على 2 سواء موجب أو سالب هيكون زوجي، لا يقبل القسمة على 2 يبقى هيكون فردي. أي عدد يبدأ بصفر، باثنين، بأربعة، بستة، بثمانية ده زوجي. أي عدد يبدأ بواحد أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 ده عدد فردي. الأعداد الأولية أنا هنا جبت لك مثلا الاثنين دي عبارة عن كام؟ 1 في 2 ب2. هل في عددين تاني أضربهم في بعض يدوني 2؟ لا. هل في رقمين تاني اضربهم في بعض يدوني 2؟ لا. يبقى الاثنين دي ليها كم عامل؟ ليها عاملين، عامل 2. يبقى ما دام الاثنين دي ليها عاملين يبقى ده عدد اولي. هات لي الثلاثه دي عباره عن 1 في 3، يبقى العدد ده هو ليه عاملين. هل في رقمين تاني هضربهم في بعض يدوني 3؟ لا. يبقى الثلاثه دي ليها عاملين. هات الخمسه عباره عن 1 في 5، برضه ليها عاملين. هات السبعه قال لي عباره عن 1 في 7، ليها كم عامل؟ عاملين. هات التسعه عباره عن 1 في 9، بس في عندي 3 في 3. الله، يعني التسعه دي ليها ايه؟ ادي الواحد وادي التسعه والثلاثين خدت منهم وحده، يبقى التسعه دي ليها كم عامل؟ 3 عوامل. يبقى التسعه دي عدد مش اولي. يبقى ايه هي الاعداد الاوليه؟ اي عدد ليه عاملين فقط يبقى عدد اولي، اي عدد ليه عاملين فقط يبقى عدد اولي. يبقى ايه هو العدد الاولي يا صديقي؟ العدد الاولي هو العدد المكون من عاملين، هو العدد مكون من عاملين فقط، عاملين فقط. اي عدد مكون من عاملين بسميه عدد اولي. هات لي امثله زي الاثنين، زي الثلاثه، زي الخمسه، زي السبعه، زي ال11، زي ال13. ال15 مش اولي لان ال15 عباره عن 1 في 15 وعباره عن 3 في 5، يبقى لي كم عامل؟ 4 عوامل. يبقى العدد اللي مكون من عاملين فقط ده عدد اولي. اقل من عاملين، اكبر من عاملين، يبقى العدد ده ليس اوليا. عندك ال13، عندك ال17، عندك ال19، عندك ال23 وهكذا. دي كلها اعداد اوليه. يبقى العدد الاولي هو العدد المكون من عاملين فقط. في معلومه ثانيه اللي هي ايه؟ كل الاعداد الاوليه اعداد فرديه ما عدا مين؟ ما عدا الاثنين، عدد اولي زوجي. كل الاعداد الاوليه اعداد فرديه ما عدا الاثنين عدد اولي ايه؟ زوجي. ركز معايا يا صاحبي، هنا بيقول لي اكتب الاعداد الاوليه اللي اصغر من 50. ده سؤال، ايه الاعداد الاوليه اللي هي اصغر من 50؟ اي عدد مكون من عاملين يبقى ده عدد اولي، صح؟ عايز الاعداد الاوليه اللي اصغر من 50. ركز معايا، عندي الاثنين، عندي الثلاثه، عندي الخمسه، عندي السبعه، عندي ال11، التسعه مش اولي، عندي ال13، عندي ال17، عندي ال19، عندي ال23، عندي ال29، عندي ال31، عندي ال37. ال33 مش اولي وال35 مش اولي، عندي ال41، عندي ال43، عندي ال47. كلها دي اعداد اوليه اصغر من 50. حلو. اكتب الاعداد الزوجيه اللي اقل من 25. ايه هي الاعداد الزوجيه اللي اقل من 25؟ الصفر
عدد زوجي يقبل القسم على 2، وعندي الاثنين وعندي الاربعه والسته والثمانيه والعشره وال12 وال14 وال16 وال18 وال20 وال22 وال24، كلها دي يا صديقي اعداد زوجيه. ماشي. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي اكتب الاعداد الفرديه اللي اقل من 30. ايه هي الاعداد الفرديه اللي اقل من 30؟ عندي الواحد، عندي الثلاثه، عندي الخمسه، السبعه، التسعه، ال11، ال13، ال15، ال17، ال19، ال21، ال23، ال25، ال27، ال29. بس كده، دي الاعداد الفرديه اللي اقل من 30. ركزوا معايا يا شباب. هدخل بعد كده على الاعداد الغير صحيحه. الاعداد الغير صحيحه هتكلم على معلومتين اللي هم ايه بقى؟ بص يا صديقي، الاعداد الصحيحه هتكلم على مين؟ الاعداد الغير صحيحه هتكلم على معلومتين. ايه هما المعلومتين؟ انا هنا جبت لك كسر. الكسر ده مكون من بسط ومقام. حلو. جيت انا قلت لك 7/5. البسط ده اكبر من المقام، يبقى البسط اكبر من الواحد بس. طب لو انا جيت قلت لك 5/7، البسط ده اصغر من المقام، يبقى الكسر ده اصغر من الواحد. يبقى اول ما يكون عندي كسر البسط اكبر من المقام، يبقى الكسر ده اكبر من الواحد. عندي كسر البسط اصغر من المقام، اذا الكسر ده اصغر من الواحد. ماشي. هدخل على جمع وطرح الاعداد. عندي 3 افكار. الفكره الاولانيه، اول ما اجي اقول لك هنا موجب 3 هجمعها مع موجب 5، موجب 7 هجمعها مع موجب 9، سالب 3 وسالب 5، سالب 5 هجمعها مع سالب 4. تمام كده؟ هنا جيت قلت لك موجب 3 ناقص 5، سالب 4 زائد 2، سالب 5 وموجب 9. ركز معايا بقى، أنا بتكلم على جمع وطرح يا صديقي، جمع وطرح الأعداد. ركز معايا. أول ما أجمع 2 موجبين أو 2 سالبين أخذ الإشارة بتاعتهم وأجمع. لو 2 موجبين يبقى أخذ الإشارة الموجبة وأجمعهم مع بعض. طب لو 2 سالبين أخذ الإشارة السالبة اوعى تقول لي واطرح، لا طبعا. 2 موجبين يبقى اخد الاشاره الموجبه واجمعهم مع بعض، لو 2 سالبين اخد الاشاره السالبه واجمعهم مع بعض. خلاص كده فهمت؟ يبقى لو الاشارات متشابهه، 2 موجبين اخد اشارتهم، 2 سالبين اخد اشارتهم واجمعهم. باكد للمره المليون، موجب وموجب يبقى اخد الاشاره الموجبه، و3 و5 تديني كام؟ 8. موجب وموجب يبقى اخد الاشاره الموجبه، 7 و9 تديني كام؟ 16. ركز معايا يا صاحبي. يبقى موجب وموجب اخذ الاشاره الموجبه، يبقى ما دام متشابهين يبقى اخذ الاشاره الموجبه. سالب وسالب يبقى اخذ الاشاره السالبه، 3 و5 تديني كام؟ 8. سالب 5 يا صديقي هجمعها مع السالب 4، 2 سالبين يبقى اخذ الاشاره السالبه، 5 و4 تديني كام؟ 9. اللهم صل على النبي. يبقى اول ما يكون عندي 2 موجبين يبقى اخذ الاشاره الموجبه واجمع. طب 2 موجبين يعني باخذ الاشاره الموجبه واجمع. طب لو 2 سالبين يبقى اخذ الاشاره السالبه واجمع. خلاص كده؟ ماشي. طب لو 2 مختلفين، اخذ اشاره الكبير واطرح، اقول الكبير ناقص الصغير. دي سالب ودي موجب، اخذ اشاره الكبير واقول الكبير ناقص الصغير. دي سالب ودي موجب، اخذ اشاره الكبير اللي هي موجب بس الموجب ما تتكتبش واقول الكبير ناقص الصغير. صلينا على النبي كده للمره المليون. لو 2 موجبين اخذ الاشاره الموجبه واجمع. طب لو 2 سالبين اخذ الاشاره السالبه واجمع. طب لو 2 مختلفين اخذ اشاره الكبير سواء موجب او سالب واطرح واقول الكبير ناقص الصغير. يا صديقي هنا بيقول لي اوجد مقدار كل مما ياتي. مرة سالب ومرة موجب مختلفين، يبقى اخذ اشارة الكبير واقول الكبير ناقص الصغير. هنا موجب 5 وموجب 11، هما الاثنين موجبين يبقى اخذ الاشارة الموجبة، و5 و11 تديني كام؟ 16. هنا سالب 10 وسالب 5 يبقى سالب 15، مش 2 سالبين يبقى اخذ نفس الاشاره واجمع. تمام. هنا مره موجب ومره سالب يبقى اخذ اشاره الكبير واقول الكبير ناقص الصغير. عايز اكد على معلومه، لو انت بدات السنه من الاول يعني خدت السنه جد كده، قابلتنا ناس السنه اللي فاتت كانت بتيجي قبل الامتحان بساعتين، قبل الامتحان بيوم بيومين، تقول لك انا عايز الم الماده. تلم مين؟ طبعا ده عبط. فانت عايز، انت سواء طالب عام الدرجه بتاعتك من 60، طالب ازهر الدرجه بتاعتك من 40، انت بدات السنه من اولها وبدات تسمع كورس التاسيس وبدات تتابع وبدات تحل واجبات وبدات تمتحن. الناس دي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني الناس دي واخده الموضوع من البدايه كده، هو داخل على هدف واحد. ايه هو الهدف ده؟ داخل يقفل. لو طالب ازهر داخل يجيب 40 من 40، طالب عام داخل يجيب 60 من 60. فمعنى كده انا عايزك تهتم بالموضوع من الاول سواء معايا او مع غيري، يبقى من حقك ان انت تلتزم من البدايه كده
وتشد حيلك وتعافر من البدايه، عشان انت قدامك هدف ان انت تدخل. وان شاء الله لو انت طالب ازهر زي ما احنا شفنا طلبه الازهر اللي تواصل معاهم الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، او طالب عام يتواصل معاك وزير التربيه والتعليم، دي حاجه مش بعيده على ربنا. يعني معنى كده انت لو اجتهدت وتعبت وذكرت ربنا ان شاء الله هيجازيك خير، وربنا يوفقك ويوفقنا ان شاء الله باذن الله. بص يا صديقي، هنا عندي سالب 12 وموجب 20. دول اختلفوا، يبقى باخد اشاره الكبير هي الموجب، بس الموجب ما بيتكتبش، واقول الكبير ناقص الصغير. ده موجب وموجب، يبقى باخد نفس الاشاره اللي هي الموجب بس ما بتتكتبش. 22 و8 تديني كام؟ 30. صلينا على النبي كده. بص يا صديقي، هنا عندي موجب 5 وموجب 30، مش الاثنين موجبين؟ اخد الاشاره الموجبه واقول 5 ودي 30 يبقى 35. ما دام اثنين موجبين يبقى اخد نفس الاشاره واجمع. طب هنا موجب وسالب، الله، اخد اشاره الكبير واقول الكبير ناقص مين؟ الصغير. ماشي يا صديقي؟ هنا الله، خلي بالك معايا بقى، هنا في حته ملاحظه. ايه هي حته الملاحظه؟ كنت انا بقول لك هنا في علامه عشريه، ده 3 من 10. ايوه، ال3 من 10 كان المدرس اللي بيدينا رياضه زمان في ثالثه ابتدائي، ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، كان بيقول ايه؟ انا ممكن ازود له صفر. يعني ايه ازود له صفر؟ يعني ممكن اوزن المساله تبقى 30. طب لو زودت صفر تبقى كام؟ دي 30%. زودت صفر بيجي 300 من 1000، ما فيش مشكله. كان بيدينا مدرس الرياضه زمان يقول لك دي 35%، يعني دول رقمين، ممكن ازود صفر بس بدل ما تبقى 100 هتكون من كام؟ من 1000، بيجي 350 من 1000. يعني انت عايز توصل لي ايه؟ دي علامه عشريه، بعد العلامه هنا في رقمين، هنا بعد العلامه في ايه؟ رقم واحد. فانا عملت ايه؟ زودت صفر عشان يبقى بعد العلامه رقمين وبعد العلامه رقمين، فالمساله تكون موزونه. حلو. دي سالب 20 ودي موجب 19، اختلفوا، فانا باخد اشاره الكبير اللي هي السالب واقول الكبير ناقص الصغير. 20 خدت منها 19 يتبقى معايا 1 من 100، يبقى سالب 1 من 100. سالب 6 وسالب 11 الاثنين دول سالبين، ما دام الاثنين دول سالبين فانا دول نفس الاشاره، اخد اشاره ايه؟ اخد إيه؟ طبعا هما الاثنين سالبين، باخد نفس الاشاره واجمع. 6 و11 تبقى كام؟ 17. نفس الناتج يبقى كام؟ 17. مقارنه الاعداد، بص يا صديقي، هنا اول ما اجي اتكلم على مقارنه الاعداد هتكلم على حاجتين. اول حاجه بتكلم على الاعداد السالبه. حلو. الاعداد السالبه انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم. هنا عندي موجب ما لا نهايه، وهنا عندي سالب ما لا نهايه، ايوه. هنا عندي عدد اسمه صفر، يا مستر بتقوله ده هو هقول لك انا دلوقتي. هنا عندي موجب 1 موجب 2 موجب 3 موجب 4. حلو. هنا سالب 1 هنا سالب 2 هنا سالب 3. تمام يا صديقي؟ انا هنا بعمل ايه بقى؟ انا بتحرك هنا، طبعا ده الصغير وده الكبير. جميل. انا بتحرك من الصغير رايح ناحيه الكبير، يبقى انا كده بتحرك تصاعدي. ماشي، بتحرك من الصغير اهو، بتحرك من الصغير للكبير، فاكيد الاثنين اصغر من الثلاثه، والثلاثه اصغر من الاربعه، صح كده؟ والواحد اصغر من الاثنين، والصفر ده اصغر من اي عدد موجب. واضحه؟ اول ما اجي اتحرك انا بتحرك من الصغير، يبقى ده صغير وده ايه؟ كبير. مش انا بتحرك من الصغير للكبير، يبقى ده صغير وده ايه؟ كبير. تمام كده؟ ده صغير وده ايه؟ كبير. يبقى لو انا جبت لك هنا سالب 5 وسالب 9، الفتحه تبص على مين؟ على الكبير. مين الكبير؟ السالب 5. لان في السالب كل ما العدد يقل كل ما قيمته تزيد. اما في الموجب هنا، الموجب 2 اكبر ولا الموجب 5؟ اكيد الموجب 5. يبقى في الموجب الكبير كبير والصغير ايه؟ صغير. اما في السالب العكس، كل ما العدد السالب يصغر كل ما قيمته بتزيد، وكل ما العدد السالب يكبر كل ما قيمته بتقل. ده بالنسبه لمين يا صديقي؟ بالنسبه للاعداد مين؟ للاعداد السالبه. بالنسبه للاعداد العشريه لسه اللي قايل لك عليها انا. ايه هي الاعداد العشريه؟ ركز معايا كده. انا جبت لك هنا 5 من 10، ممكن ازود صفر، ممكن ازود صفر تبقى كام؟ 50. اول ما اجي اقول لك 75 دي من 100، اول ما اجي ازود صفر بيجي كام؟ 750 من 1000. في اي مشكله؟ ان شاء الله مفيش اي مشكله. هنا بيقول لي قارن بين الاعداد. على فكره عشان اقارن بين الاعداد، شايف العدد ده والعدد ده؟ طبعا ده سالب وده موجب، يبقى الفتحه تبص على الكبير زي بعضه. في كانت مشكله في الاعداد فانا بحط العلامه هنا في النص. حلو. هنا سالب 3 من 10 وسالب 26. هنا رقمين، رقمين، وهنا رقم واحد، فانا عملت ايه؟ زودت صفر. ليه زودت صفر؟ عشان اوزن المساله. اصبحت دي سالب 30 ودي سالب 26، فالفتحه بتبص على السالب 26. ليه؟ لان كل ما السالب يكبر كل ما قيمته
بتقل، وكل ما السالب يصغر كل ما قيمته بتزيد. ده عدد موجب وده عدد موجب. واضح ان هنا على يمين العلامه 4 ارقام وهنا على يمين العلامه 4 ارقام، يعني المساله موزونه. هبدا من الشمال، دي 1 ودي 1 قد بعض ادخل لجوه، هنا 1 وهنا 1 قد بعض ادخل لجوه، هنا 2 وهنا 2 ادخل لجوه، هنا 3 وهنا 3 ادخل لجوه، هنا 5 وهنا 2، يبقى الفتحه تبص على الخمسه، يبقى الخمسه اكبر، الخمسه اكبر. ماشي يا صديقي؟ هنا بعد العلامه رقم 3 ارقام، هنا بعد العلامه 3 ارقام، يبقى المساله موزونه. هنا 2 وهنا 3 في الاعداد الصحيحه، يبقى الفتحه تبص على الكبير. هنا -1 وهنا -2، فالفتحه تبص على -1. بكرر المره المليون، في الموجب الكبير كبير والصغير صغير. في السالب كل ما العدد يقل كل ما قيمته تزيد، وكل ما العدد يزيد قيمته بتقل. هنا على يمين العلامه 4 ارقام وهنا على يمين العلامه 4 ارقام، يبقى المساله موزونه. ابدا بالصحيح، هنا 0 وهنا 0، هنا 2 وهنا 2، هنا 5 وهنا 5، هنا 6 وهنا 6، هنا 2 وهنا 8. بس ده سالب، يبقى الفتحه تبص على الصغير، عشان كل ما يكون العدد السالب صغير كل ما قيمته تكون كبيره. ادخل على اللي بعديها، هنا رقمين وهنا رقم، رحت مزود 0 عشان اوزن المساله، بس ده موجب وده موجب، دي 30 ودي 26، يبقى الفتحه تبص على الكام؟ على 30. ماشي. دي -3/10 ودي -4/10، يبقى الفتحه تبص على -3/10. احنا خلاص فهمنا في السالب بعكس، العدد صغير بيكون كبير والعدد الكبير بيكون صغير. هنا 6 على يمين العلامه 5 ارقام، هنا على يمين العلامه 5 ارقام، يبقى المساله موزونه. هبدا من هنا صديقي، هنا 6 وهنا 6، 2 و2 ادخل لجوه، هنا 4 هنا 4، هنا 5 هنا 5، هنا 6 هنا 6، هنا 2 هنا 9، يبقى الفتحه تبص على ال9، الفتحه تبص على مين؟ ال9. ادخل على مين يا صديقي؟ هنا على الفرق بين المربع الكامل والمكعب الكامل. ايه هو المربع الكامل؟ اي عدد تحت الجذر التربيعي وليه جذر تربيعي يبقى مربع كامل. ده تعريف المربع الكامل، اي عدد تحت الجذر التربيعي وله جذر تربيعي. بمعنى ال25 ده عدد ينفع يدخل تحت الجذر التربيعي طبعا، عشان الجذر التربيعي ال25 يديني كام؟ 5، يبقى ال25 دي ليها جذر تربيعي، يبقى دي مربع كامل. طب ال16 ليها جذر تربيعي 4، يبقى تديني مربع كامل. ال9 ليها جذر تربيعي، يبقى تديني كام؟ 3. يبقى ايه هو المربع الكامل؟ زي ال25 زي ال16 زي ال81 زي ال9 زي مين يا صديقي تاني؟ زي ال49. كلها دي اعداد تنفع تتحط تحت الجذر التربيعي عشان ليها جذر تربيعي، يبقى دي بسميها ايه يا صديقي؟ بسميها مربع كامل. ادخل بعد كده على المكعب الكامل. ايه هو المكعب الكامل؟ اي عدد تحت الجذر التكعيبي وليه جذر تكعيبي. اي عدد تحت الجذر التكعيبي وله جذر تكعيبي يا صديقي، وله جذر تكعيبي. فمثلا زي مين؟ ال8 ليها جذر تكعيبي اللي هو 2. عارف يعني جذر تكعيبي؟ الجذر التربيعي يعني ايه العدد اللي اضربه في نفسه مرتين، اما الجذر التكعيبي يعني ايه العدد اللي هضربه في نفسه 3 مرات. الجذر التكعيبي للسالب 27. بالمناسبه الجذر التربيعي للموجب هيكون موجب، الجذر التكعيبي للسالب هيكون سالب، الجذر التكعيبي لل27 تديني كام؟ 3. أنا عندي ال8 ليها جذر تكعيبي، عندي ال27 ليها جذر تكعيبي، عندي ال64 ليها جذر تكعيبي، يبقى أي عدد ليه جذر تكعيبي يبقى ده مكعب كامل، أي عدد ليه جذر تربيعي يبقى ده مربع كامل. بص يا صاحبي هنا بيقول لي اكتب الأعداد المربع الكامل اللي أقل من 50. مين اللي مربع كامل؟ اللي هو الواحد، اللي هو ايه تاني يا صديقي؟ اللي هو ال4، اللي هو كام؟ اللي هو ال9، اللي هو ال16، ال25، ال36، ال49. كلها دي اعداد لها جذر تربيعي، يبقى دي بسميها مربع كامل. اكتب الاعداد اللي هي مكعب كامل اللي اقل من 300. الواحد ليه جذر تكعيبي، ال8 لها جذر تكعيبي، ال27 لها جذر تكعيبي، ال64 لها جذر تكعيبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ال125 لها جذر تكعيبي، ال216 لها جذر تكعيبي. دي الاعداد اللي لها مكعب كامل اللي اقل من 300. عوامل ومضاعفات العدد. هدخل على عوامل العدد. عوامل العدد اللي هي انا عايز افهم معايا يعني ايه عوامل العدد. بص يا صديقي، عوامل العدد يعني مثلا انا اقول لك عايز ايه؟ عايز عوامل العدد 6.
عارف يعني ايه عوامل الستة؟ يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 6؟ قال لي زي 1 في 6 وزي 2 في 3. يبقى ايه هي دي عوامل الست؟ يبقى عوامل العدد 6 يعني الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 6، زي الواحد والاثنين والثلاثه والسته. حلو خالص دي، ماشي. هات بعد كده يا صديقي، عايز مثلا عوامل العدد 9. ايه هي عوامل العدد 9؟ يعني الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 9، زي 1 في 9 وزي 3 في 3. يبقى فين عوامل التسعه يا صديقي؟ ادي عوامل التسعه، الواحد والثلاثه والتسعه. بس خلي بالك الثلاثه دي مكرره مرتين، يبقى اول ما اجي اكتبها في العوامل اكتبها ايه؟ مره واحده بس. ماشي يا صديقي. بعد كده هتكلم على عوامل العدد 5. عوامل العدد 24 مثلا. 24 ايه هي عوامل ال 24؟ يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتدينا 24؟ 1 في 24، 2 في 12، 3 في 8، 4 في 6. يبقى هي عوامل ال 24 كلها دي عوامل ال 24 اللي هي مين يا صاحبي؟ عوامل ال 24 اللي هي الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والسته والثمانيه وال12 وال 24. دي عوامل ال 24 يا صاحبي. يبقى عوامل ال 24 يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 24. يبقى كلمه عوامل العدد كذا يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني العدد كذا. ادخل على مضاعفات العدد. انا هنا بتكلم على مضاعفات العدد 3. عارف يعني ايه مضاعفات الثلاثه؟ يعني هبدا بمين انا صديقي؟ هبدا بالثلاثه. 6 9 12 15 18 وهكذا. مضاعفات الثلاثه يعني انا بزود بالثلاثه واجيب لك الارقام اللي بتتقسم على الثلاثه، دي اسمها مضاعفات الثلاثه. طب هات مضاعفات العدد 5. مضاعفات العدد 5 يبقى انا هزود بالخمسه. عندي 5، عندي 10، عندي 15، عندي 20، عندي 25، عندي 30 وهكذا. يبقى مضاعفات الثلاثه يعني انا هزود بالثلاثه واجيب لك الاعداد التي تقبل القسم على الثلاثه. مضاعفات الخمسه يعني انا هزود بالخمسه واجيب لك الارقام التي تقبل القسم على الخمسه. مضاعفات العدد 6 مثلا، يبقى انا هقول لك ايه؟ 6 12 18 24 30 وهكذا. يبقى مضاعفات الثلاثه يعني انا هزود بالثلاثه واجيب لك الارقام التي تقبل القسم على الثلاثه. مضاعفات الخمسه يبقى اجيب لك الارقام التي تقبل القسم على الخمسه وازود بالخمسه. مضاعفات السته يبقى انا اجيب لك الارقام التي تقبل القسم على 6 وازود بالسته. مضاعفات العدد يعني حاجتين، هزود بنفس الرقم واجيب الارقام التي تقبل على نفس الرقم. خلاص كده؟ يعني انا بتكلم على مضاعفات الثلاثه يعني ازود بالثلاثه واجيب الارقام التي تقبل القسم على الثلاثه. طب مضاعفات العشره يبقى ازود بالعشره واجيب الارقام التي تقبل القسم على العشره. اما عوامل العدد يعني ايه الارقام اللي هضربها في بعضها وتديني العدد. ماشي يا صديقي. هنا بيقول لي اكتب عوامل العدد 6. لسه اللي كاتبينها يعني الارقام التي ايه اللي انا بضربها. يبقى انا هتكلم على عوامل الست لسه اللي كاتبينها. عوامل الست، عوامل العدد 6، عوامل العدد 24، عوامل العدد 24 ماشي، عوامل العدد 15، عوامل العدد 30 عوامل العدد 36. ماشي يا صاحبي؟ ركز معايا بقى. عوامل الستة يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 6؟ 1 في 6 و2 في 3. في حاجة تانية؟ لا. يبقى ايه هي عوامل الستة؟ الواحد والاثنين والثلاثة والستة. طب عوامل ال 24 يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتدينا 24؟ قال لي 1 في 24 و2 في 12 و3 في 8 و4 في 6. دي عوامل ال 24 يعني دي الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 24. الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والستة والثمانية وال12 والاربعة وكام؟ و20. طب عوامل ال 15 خلاص يا مستر احنا زهقنا. يعني ايه عوامل ال 15؟ يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 15؟ 1 في 15 و3 في 5. دي الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 15. 1 و3 و5 و15. تمام كده. عوامل ال 30 يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 30؟ 1 في 30 و2 في 15 و3 في 10 و5 في 6. اهي عوامل ال 30.
عوامل ال 30 يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 30. ركز معايا يا حموكشه. 1 2 3 1 2 3 5 6 10 15 30. عوامل ال 36 يعني ايه عوامل ال 36 يا صديقي؟ عوامل ال 36 يعني ايه الاعداد اللي هضربها في بعضيها وتديني 36. صح معايا بقى. يبقى هنا 1 في 36 2 في 18 3 في 12 ماشي 4 في 9 4 في 9 6 في 6. يبقى عوامل ال 36 الاعداد اللي هضربها في بعضها وتديني 36. 1 2 3 4 6 9 12 18 36. في مشكلة؟ فيش أي مشكلة. اكتب 6 مضاعفات للعدد 6. يبقى أنا هقول لك هنا مضاعفات العدد 6 مضاعفات العدد 5 مضاعفات العدد 2 مضاعفات العدد 3. اللهم صل على النبي. ركز معايا يا صديقي. هنا بقول لك ايه؟ اكتب 6 مضاعفات. يبقى ايه هي مضاعفات الستة؟ الستة وال12 وال18 وال24 وال30 وال36. 6 مضاعفات للخمسة. يعني 6 مضاعفات للخمسة يعني أنا هزود بالخمسة وأجيب الأرقام التي تقبل القسم على 5. عندي 5 و10 و15 و20 يا صديقي و25 و30. تمام كده؟ هات مضاعفات الاثنين الاثنين والأربعة والستة والثمانية والعشرة وال12. مضاعفات الثلاثة اللي هي 3 و6 و9 و12 و15 و18. في مشكلة؟ فيش أي مشكلة. هدخل يا صديقي على الأعداد الكسرية والعمليات عليها. الأعداد الكسرية والعمليات عليها. أولا خلينا في الأعداد الكسرية. الأعداد الكسرية يعني مثلا زي مين؟ أنا عندي دي 3 على 5 ده كسر حلو. لكن لو أنا حطيت لك 2 هنا أصبح ده عدد صحيح وكسر. عدد صحيح وكسر. العدد الصحيح والكسر ده اسمه عدد كسري. تمام. أول ما أجي أحول الكسر هعمل إيه؟ أنزل المقام زي ما هو. تمام. وبعد كده أضرب، وبعد ما أضرب أجمع. 5 في 2 ب10 و3 13. هات لي واحدة تانية. 2 و1 على 6 يا صديقي ده عدد كسري. الله، عايز احوله الكسر فالستة تنزل اضرب واجمع. 6 في 2 ب 12 وواحد يديني كام؟ 13. ده اسمه العدد الكسري. العمليات عليها تمام كده. العمليات عليها يا صديقي يعني جمع وطرح وضرب. اول ما اجي اقول لك مثلا 3 على 7، لا 3 على 7 بقى ما تعكش. 3 على 7 زائد 5 على 7 يا صديقي المقامات متساويه يبقى اخد منهم واحده وبعد كده اجمع. 3 و5 تديني كام؟ 8. تمام يا صديقي. هنا 6 على 15 زائد 4 على 15. الله، المقامات متساويه اخد منها واحده. بعد كده اجمع 6 و4 تديني كام؟ 10. ماشي يا صديقي. اول ما اجي اقول لك هنا 3 على 5 ناقص 2 على 7. الله، هنا المقامات اختلفت. اعمل ايه يا عمي؟ اعمل ايه هنا يا صديقي؟ ما دام المقامات اختلفت لازم اتصرف. اضرب المقام الاول في المقام الثاني. 5 في 7 بكام؟ ب 35. هدي بوكس يمين يعني اضربهم في بعض وانزل نفس الاشاره. لو هنا جمع اجمع ولو طرح اطرح. ادي بوكس يمين واروح اعطي بوكس شمال. بوكس يعني ضرب. 5 في 2 بكام؟ ب 10. يا صديقي العزيز ال 35 تنزل. 21 خدت منها 10 تديني كام؟ 11. ادخل يا صديقي هنا. انا عندي هنا دي 13 ودي 13 اخد منها ايه؟ واحده. تمام. 5 ناقص 7 تديني كام؟ سالب 2. موجب 5 ناقص 7 تبقى سالب 2. يا صديقي هنا 5 و5. الله، اخد منها واحده. المقامات متساويه خدت منها واحده واجمع البسط. 1 و7 يديني كام؟ 8. السؤال اللي بعده يا صديقي، الله ركز معايا هنا. المقامات مختلفه تمام التمام. اضرب المقام الاول في المقام الثاني. بوكس يمين يبقى اضرب فوق تديني 5 نفس الاشاره. بوكس شمال تديني 6 على بعضهم يديني 11 على كام؟ 15. يا صديقي العزيز هنا المقامات مختلفه. اضرب المقام الاول في المقام الثاني. بوكس يمين روح الضارب ناقص بوكس شمال روح الضارب. 22 خدت من 21 تديني 1 على 77. ماشي يا صديقي. هنا سأسكت قليلا. هنا
سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. الضرب والقسمة. بص يا صديقي، أول ما أجي أقول لك هنا 2/7 في 3/5 ده ضرب. ضرب. أول ما أجي أضرب بعمل إيه يا صاحبي؟ بضرب بسط في بسط، الله، وأضرب مقام في مقام، تمام كده؟ أول ما أجي أقول لك هنا 2/7 على 3/5، الله يا صديقي. في الضرب بضرب بسط في بسط ومقام في مقام. طب في القسمة يا عمنا هعمل ايه انا في القسمة؟ في القسمة يا صديقي الكسر الاول ينزل زي ما هو، اما العلى تبقى فيه وشقلب اللي بعديه. اما يبقى انا بحول القسمة الى ضرب، ايوه، الكسر الاول ينزل زي ما هو، والثاني العلى تبقى فيه وشقلب اللي بعديه. اضرب بسط في بسط ومقام في مقام، اضرب بسط في بسط ومقام فين؟ في مقام يا صديقي العزيز. ماشي. هنا رايح اضرب بسط في بسط، 3 في 4 ب 12، مقام في مقام 35. رايح اضرب يا صديقي بسط في بسط ب3، مقام في مقام تديني 10. ماشي يا صاحبي. هنا الله 4/11، العلى تبقى في وشقلب اللي بعديه، الله الله. خلاص انا حولت العلى الى ضرب، اضرب بسط في بسط، الله، ومقام في مقام يا صديقي، تمام. هنا 6/13، العلى تبقى في وشقلب اللي بعديه، بدل ما 1/4 يبقى 4/1. اضرب بسط في بسط ومقام في مقام، بسط في بسط وهنا مقام في مقام. ماشي يا صاحبي. ادخل بعد كده على التقريب. الجمع يا صديقي ركز معايا بقى. الجمع ده هو ليه اشاره، ايه هي اشارته؟ زائد. الطرح ليه اشاره اللي هي ناقص، الضرب ليه اشاره اللي هي على، والطرح والقسمه ليها اشاره اللي هي على، والضرب ليه اشاره اللي هي فيه. اما التقريب ادي الاشاره بتاعته اهي، تمام كده؟ طيب ماشي. في معلومه ايه هي؟ العلامه دي يا صديقي اسمها علامه عشريه، تمام؟ علامه ايه؟ عشريه. اللي على يمين العلامه هنا دي اسمها اجزاء، الله، واللي على شمال العلامه ده اسمه عدد صحيح، الله يبارك لك يا صاحبي، تمام كده. لو انت ركزت معايا، اللي على يمين العلامه اجزاء، اول حاجه بعد العلامه ده اسمه جزء من 10. ماشي. ده اسمه جزء من 100. ده اسمه جزء من 1000، الله ينور عليك. يبقى ده جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. العدد الصحيح يا صاحبي أول حاجة عندي هنا إيه؟ عندي أحاد، هنا عندي عشرات، هنا عندي مئات، تمام يا صديقي؟ لو أنت ركزت معايا يبقى اللي على اليمين أجزاء واللي على الشمال عدد صحيح، على بعضهم دول كلهم اسمهم عدد عشري. عدد إيه؟ عشري. في حتة بقى هنا عايز أقول لك هنا في ملاحظتين. هنا بسألك عن الأعداد الفقيرة، الأعداد الفقيرة اللي هي ما بتزودش، وعايز أسألك على الأعداد الغنية اللي هي ايه يا صديقي؟ الغنية اللي هي بتزود. يبقى هنا اللي على اليمين ده أجزاء واللي على الشمال ده عدد صحيح. ده جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. ده عدد صحيح، أحاد، عشرات، مئات. وهنا ايه لو أنت عايز الألوف ما علينا يا صديقي. ركز معايا الله يبارك لك. هنا بقول لك الأعداد الفقيرة اللي هي 0 و1 و2 و3 و4، دي أعداد فقيرة. الأعداد الغنية اللي هي كام؟ 5 و6 و7 و8 و9، دي أعداد غنية بتزود، ودي أعداد فقيرة ما بتزودش والله يا عم احمد. ماشي. فانا يا صديقي هنا بدات اسالك بقى، بيقول هنا قرب الارقام الاتيه الى رقمين عشريين. عايز رقمين، تمام. اول ما اجي اقرب يبقى انا جيت هنا لحد الرقمين دول، يبقى معنى كده انا عايز الرقمين، يعني هنا مش عايزه، ده مش عايزه، تمام. فانا خدت الرقمين اللي انا عايزهم، والرقم اللي انا مش عايزه ده فقير، يبقى اشطبه وما ازودش. طب لو كان غني اشطبه وازود. هنا خدت لحد رقمين عشرين، جاي من الشمال لحد هنا، يعني معنى كده انا مش عايز ده، حلو. فانا خدت اللي انا عايزه، اللي انا مش عايزه فقير، يبقى اشطبه وما ازودش. طب لو غني يبقى اشطبه وازود، اهو يا صديقي العزيز. ماشي. جاي من هنا خدت لحد الرقمين، فاللي انا ده مش عايزه، الله، ده طلع غني، يبقى اشطبه وازود واحد على اللي قبله، الله يا صديقي، تمام. هنا عايز رقمين عشريين اهو لحد هنا، الله، وده مش عايزه عشان ده فقير، يبقى تمام.
ماشي. فقير زي بعض، مش بعرف اقول فقير، هو فقير عشان احنا من سوهاج، وسوهاج دي الصعيد الجواني يعني بلد المواويل، خلاص. فزي بعض سامحوني على اللهجه اللي احنا بنتكلم بيها يعني. بص يا صديقي، هنا بقى هعمل ايه ثانيه كده عشان بس اظبط لكم ايه اوبا كده. تمام كده عشان بس تبقى متشافه. ماشي يا صديقي. قرب الارقام الاتيه الى اقرب، لا مش رقمين، 3 ارقام عشريه. 3 ارقام عشريه. 3 ارقام عشريه. رحت انا بص يا صديقي بعمل ايه هنا؟ ادي 3 ارقام لحد هنا، تمام كده. فانا مش عايز ده، انا اللي اقرب جاي من الشمال لحد 3 ارقام. اللي انا مش عايزه فقير يبقى اشطبه وما ازودش، لكن لو غني اشطبه وازود واحد، تمام كده. طيب ماشي، ركز معايا يا صاحبي. 3 ارقام عشريه الله لحد هنا، يبقى ده مش عايزه يبقى اشطبه. ده غني اشطبه وازود واحد على اللي قبله هنا. 1 2 3 ودي بدل 4 تبقى 5. يا صديقي بعمل ايه هنا؟ انا عايز 3 ارقام عشريه لحد هنا، اما ده مش عايزه، فده غني شطبته وزودت 1 على 7، 8 ودي 6 ودي 5. عايز 3 ارقام عشريه لحد هنا، ده فقير ما يزودش، 3 ودي 1 و2 و5. في مشكله؟ فيش اي مشكله. ماشي، ركز معايا يا صديقي العزيز، يا صديقي العزيز. ماشي، فانا هعمل ايه بقى هنا؟ قرب الارقام الاتيه لاقرب عدد صحيح. الله، اقرب عدد صحيح يبقى انا عايز الصحيح. انا هاخد الصحيح، اول عدد بعد العلامه فقير يبقى ينزل الواحد. يا صديقي انا عايز الصحيح، تمام، فاللي بعد العلامه ده مش عايزه، ده فقير فهيديني 0. فانا خدت العدد الصحيح، بعد العدد ده غني يبقى هيزود 1، اشطب وازود 1 يبقى يديني 1. خدت العدد الصحيح اهو، اول عدد بعد العلامه فقير، فانا نزلت الاثنين. في مشكله؟ فيش اي مشكله. الفترات والمجموعات والازواج. الفترات والمجموعات والازواج، ركز معايا يا صاحبي عشان الموضوع ده هو ايه. هبدا باول حاجه اللي هي الازواج المرتبه، تمام. هبدا بقول لك اولا الازواج، اولا الازواج المرتبه يا صديقي العزيز. الازواج المرتبه دي يا صديقي ركز معايا بالله عليك يا اخي. الازواج المرتبه ادي زوج مرتب، فدايما الاحداث الاولاني بيكون س والاحداث الثاني بيكون ص، تمام. هل يا صديقي 2 و5 هي 5 و2؟ لا، لان هنا السين ب2 والصاد ب5. هنا السين ب5 والصاد ب2، يبقى دول ما هيتساووش. لو انا حبيت اثبت لك الكلام ده هضطر ان انا ارسم ايه يا صديقي؟ هرسم شبكه بيانيه كده. حلو، تمام كده. هنا 1 2 3 4 5، هنا -1 -2، هنا 1 2 3 4 5، تمام، وهنا -1. لو انت ركزت مع صاحبي هنا بيقول لي هنا يا صديقي، هنا اول زوج مرتب س ب2 والصاد ب5، السين ب2 والصاد ب5 اهي. الزوج المرتب الثاني السين ب5 والصاد ب2. لو الاثنين دول متساويين كانوا النقطتين جم على بعض عشان هما الاثنين بيساووا بعض. معنى ان الزوج المرتب الاولاني هنا اللي هو 2 و5 والزوج المرتب الثاني هنا 5 و2، يبقى الزوجين دول مش متساويين. ده بالنسبه للازواج المرتبه. ادخل بعد كده على المجموعات وبعد كده على الفترات. ادخل بعد كده على المجموعات وبعد كده على الفترات. ركز معايا صاحبي، بقول لك ثانيا انا بتكلم على مين؟ المجموعات يا صديقي العزيز. المجموعات بتقول هنا عندي مجموعه س. مجموعه س دي فيها ايه؟ فيها 1 و2 و5 و7 و9، تمام. في عندي مجموعة اسمها صاد فيها 9 و5 و8 و6 و3. ركز معايا. عارف يعني مجموعة؟ ادي قوس المجموعة اهو. احنا عرفنا قوس الزوج المرتب، ده قوس المجموعة، تمام. اول حاجة هنا في المجموعة الترتيب مش مهم، يعني ممكن ابدا كبير وبعد كده صغير وبعد كده صغير وبعد كده كبير. الترتيب مش مهم، ماشي. ممنوع التكرار، يعني العدد دول هنا في داخل المجموعة بيتكتب مرة واحدة. يبقى انا صديقي هنا بتكلم عن المجموعات، ماشي. اول ما اتكلم عن المجموعات عايزك تبقى لماح. المجموعه الترتيب مش مهم، ممنوع التكرار، العدد بيتكتب مره واحده. العمليات اللي احنا بتقابلنا هنا على المجموعات، في عندي 3 عمليات. في عندي تقاطع، في عندي اتحاد، في عندي فرق. فهمنا صديقي؟ يعني صديقي هنا بتكلم على مين؟ بتكلم هنا بقول لك المجموعه س تقاطع المجموعه ص، المجموعه س اتحاد المجموعه ص، المجموعه س فرق الصاد. ماشي. لو انت ركزت هنا في التقاطع
في التقاطع اول ما امسك مجموعتين واقول لك تقاطع يبقى انا هاخد العناصر المشتركه. هاخد ايه؟ العناصر المشتركه. يبقى في التقاطع انا هاخد العناصر المشتركه. طب في الاتحاد هاخد كل العناصر وممنوع التكرار، كل العناصر وممنوع التكرار. في الفرق هنا صديقي هاخد العناصر اللي موجوده في المجموعه الاولى ومش موجوده في المجموعه الثانيه. يبقى هاخد عناصر س اللي مش موجوده في صاد، يبقى اخد عناصر المجموعه الاولى اللي مش موجوده في الثانيه. فانا بسالك س تقاطع صاد، س اتحاد صاد، بسالك على س فرق الصاد، وبسالك على صاد فرق السين. ركز معايا الله يبارك لك يا سيدي. في التقاطع ايه العناصر المشتركه؟ في التقاطع يبقى انا عايز العناصر المشتركه، العناصر المشتركه اللي هي ال5 وال9. في حاجه ثانيه مشتركه؟ لا، العناصر المشتركه اللي هي 5 و9. ماشي. في الاتحاد اخد كل العناصر الموجودين فيهم ممنوع التكرار. هاخد كل العناصر، هات لي عناصر س كلها 1 2 5 7 9. رايح اخد عناصر ص، اخد ال9 خدناها، اخد ال5 اخدناها، فاضل معايا 8 و6 و3. ماشي. س فرق الصاد يعني ايه العناصر اللي في س اللي هي مش موجوده في صاد؟ ايه العناصر بتاعت س اللي مش موجوده في صاد؟ ال1 وال2 وال7، ال1 وال2 وال7. طب صاد فرق السين ايه العناصر اللي في صاد اللي هي مش موجوده في س؟ العناصر اللي في صاد اللي هي مش موجوده في س اللي هي 8 و6 و3. في مشكله؟ مفيش اي مشكله. استنى بقى، انا اخذت مين؟ اخذت الزوج المرتب واخذت المجموعات. هدخل على مين يا صديقي؟ راح ادخل على ثالثا. الله، ثالثا اللي هي مين؟ الفترات. الفترات يا صديقي. اول ما اجي اتكلم عن الفترات، مثلا الفترات في عندي 3 انواع. ايه هم ال3 انواع؟ في عندي يا صديقي اول نوع الفتره المغلقه. رقم 2 الفتره نصف مفتوحه او نصف مغلقه. رقم 3 الفتره المفتوحه. تمام كده. هات لي الفترة المغلقة. عندي مثلا الفترة المغلقة اللي هي 3 و5. تمام كده. الفترة المغلقة اللي هي كام؟ 3 و5. ماشي. فأنا جيت يا صاحبي هنا عملت بقى، رحت عامل خط أعداد من أول 3 لحد كام؟ 5. ماشي. دي فترة مغلقة، أيوه. بادئة من أول 3 مغلقة لحد 5 مغلقة، وصلتهم ببعض أهو. فأنا بسألك سؤال، إيه السؤال البسيط العبيط؟ هنا هبدأ من أول 3، ال3 تبعنا عشان مغلقة قفلنا عليها الباب يعني أخذناها، وال5 دي تبعنا يعني عشان مغلقة أخذناها، وكل العناصر اللي محصورة بين ال3 وال5 سواء أعداد صحيحة سواء كسور سواء أرقام عشرية أخذناها. يبقى عرفنا يعني إيه فترة مغلقة. تمام كده يا صديقي. بعد كده دخلت على الفترة المفتوحة. هسيب دي لحظة بس زي بعض. عندي الفترة المفتوحة اللي هي من 3 لحد 5، دي فترة إيه؟ مفتوحة. فترة مفتوحة. فأنا جيت رحت عامل خط أعداد أهو، هنا 3 وهنا إيه يا صديقي؟ 5. حلوة. ف3 و5. فأنا عملت هنا ال3 مفتوحة، ال5 مفتوحة، ورحت موصلهم مع بعض. جميل طبعا. فأنا بسألك يا صديقي وبقول لك إيه هنا، ركز معايا. أنا من عند ال3 هل أخذت ال3؟ لا، عشان مفتوحة. لحد ال5 هل ال5 تبعنا؟ لا، عشان مفتوحة. أما كل الأرقام والكسور العشرية المحصورة في النص تبعنا. ماشي. أدخل هنا على الفترة نصف المغلقة أو نصف المفتوحة. يعني هقول لك مثلا من 3 مغلق لغاية 5 مفتوح، أو العكس من 3 مفتوح لغاية 5 مغلق. فأنا جيت كده بقول لك هنا 3 لحد كام؟ 5. السؤال هنا يا صديقي بيقول لي من 3 مغلقة 3 مغلقة لغاية 5 مفتوحة. تمام كده، أو العكس من 3 مفتوحة لغاية 5 مغلقة. فأنا عملت هنا بادئ من عند ال3 تبعنا ولا مش تبعنا؟ تبعنا. ال5 تبعنا ولا مش تبعنا؟ مش تبعنا. كل الأرقام والكسور العشرية المحصورة في النص تبعنا. في أي مشكلة؟ فيش أي مشكلة. فأنا جيت يا صديقي هنا بسألك وأقول لك إيه؟ لو أنا عندي س أكبر من أو تساوي 3
واقل من او تساوي 5. دي متباينه متباينه. المتباينه دي عايز احولها لفتره. اعمل ايه؟ دايما الفتره تبدا بالعدد الصغير وتنتهي بالعدد الكبير. ركز معايا صديقي كده، دايما الفتره دي هنا تبدا بعدد الصغير وتنتهي بالعدد مين؟ الكبير. فالعدد الصغير ده عندي يساوي يبقى هيكون مغلق، ده عندي يساوي يبقى هيكون مغلق، يبقى دي اسمها فتره مغلقه. تمام كده؟ طيب ماشي. دي تاني هنا بقول لك ايه يا صديقي، ركز معايا كده. س دي محصوره من اول 3 لحد كام؟ 5. رايحه ترجم انا، فانا عملت لك ايه؟ قلت لك انا هنا رايح احولها لفتره، ابدا من الصغير لحد الكبير. ال3 ما فيش عندها تساوي يبقى هتكون مفتوحه، وال5 دي هتكون ايه؟ مفتوحه. تمام. ممكن المتباينه احولها لفتره، وممكن الفتره احولها الى ايه؟ متباين. ماشي؟ هنا صديقي اعمل ايه بقى؟ هيقول لي هنا س ماشي اكبر من او تساوي 3 واقل من ال5. اعمل ايه هنا صديقي؟ عايز احول المتباينه دي الى فتره. تمام. هبدا بالصغير وبعد كده الكبير. دي عندها تساوي يبقى هتكون مغلقه، طب لو ما عندهاش تساوي يبقى هتكون مفتوحه. دي ما عندهاش تساوي يبقى هتكون يا صديقي مفتوحه. ماشي. في حته ثانيه بقى اللي هي ايه؟ ركز معايا. جيت انا قلت لك هنا س اقل من او تساوي 5. دي متباينه وحده، فيها علامه تباين وحده. تمام. اول ما اجي اعبر عنها انا بعمل ايه؟ اهو في عندي هنا موجب ما لا نهايه، وفي عندي هنا سالب ما لا نهايه. مين العدد اللي عندي؟ 5. تمام. ال5 دي مالها يا عم احمد؟ قال لي ال5 دي عندها تساوي يبقى هتكون إيه؟ مغلقه. تمام. اروح ناحيه الموجب ما لا نهايه ولا ناحيه السالب ما لا نهايه؟ لو اكبر يبقى اروح ناحيه الموجب، لو اصغر يبقى اروح ناحيه السالب. فانا بقول س اصغر يبقى اروح ناحيه السالب. حلوه. تمام كده؟ طيب ماشي. اول ما اجي اعبر عنها انا طبعا المتباينه هبدا بالصغير. مين الصغير عندي؟ سالب ما لا نهايه. لحد مين يا صديقي؟ لحد ال5. فالسالب ما لا نهايه والما لا نهايه طبعا دايما مفتوحين، وال5 هنا عندي مكفوله. تمام كده صح. فانا جيت هنا عملت ايه بقى؟ ادخل على اللي بعديها. جيت قلت لك يا صديقي س هنا اقل من ال5. الله. جيت رحت عامل خط اعداد، ما دام فرد التباين وحده اعمل خط اعداد. هنا موجب ما لا نهايه، هنا سالب ما لا نهايه، هنا العدد كام؟ 5. تمام جدا. فانا جيت هنا عند ال5 مفيش تساوي يبقى هتكون ايه؟ مفتوحه. لو اكبر اروح ناحيه الموجب، لو اصغر اروح ناحيه السالب. هي اصغر يبقى اروح ناحيه السالب. تمام يا صاحبي؟ ماشي. اذا هنا هعمل ايه بقى؟ عشان المتباينه دي احولها لفتره، والفتره بتتحول الى متباين. هبدا من الصغير سالب ما لا نهايه لغايه مين؟ ال5. السالب ما لا نهايه مفتوح، وال5 هنا بتكون ايه؟ مفتوح. في مشكله؟ فيش اي مشكله يا صديقي. فانا بعمل ايه هنا؟ س اكبر من ال3. فرد التباين وحده يبقى اديها خط اعداد. الله. خط اعداد ده موجب ما لا نهايه، وهنا سالب ما لا نهايه. فانا هقول لك ادي العدد عندي كام؟ 3. العدد اللي عندي 3 يا صاحبي، فانا بقول لك ايه؟ ال3 دي بتكون ايه؟ مفتوحه. تمام كده. ال3 دي ما فيش عندها تساوي. اكبر رحت رايح ناحيه الموجب، طب لو اصغر يبقى اروح ناحيه السالب. فانا بعمل ايه يا صاحبي هنا؟ طبعا اول ما اجي احول المتباينه دي الى فتره، انا عندي هنا المتباينه دي يا صديقي بحولها لفتره. طبعا انا عشان اكتب الفتره ابدا بالصغير. مين الصغير؟ ال3. ومين الكبير؟ الموجب ما لا نهايه. ما الفتره دي عايزه طرفين صغير وكبير. مين الصغير؟ ال3. ومين الكبير؟ ما لا نهايه. ال3 دي مفتوحه والما لا نهايه مفتوحه. جيت عملت ايه يا صاحبي هنا؟ انا بقول لك هنا س اكبر من او تساوي 3. حلو. دي فرد التباين وحده، رحت عملت لها ايه؟ ما دام فرد التباين وحده اعمل لها خط اعداد. ده موجب ما لا نهايه وده سالب ما لا نهايه. العدد بتاعي كام يا صاحبي؟ 3. اللهم صل على النبي. العدد بتاعي كام؟ 3. ال3 دي عندها تساوي؟ عندها تساوي، يبقى مغلقه. تمام. اروح ناحيه الموجب ولا ناحيه السالب؟ لو انت قلت لي هنا اكبر يبقى اروح ناحيه الموجب، فاكبر رحت رايح ناحيه الموجب. اذا ابدا من الصغير من 3 الى ما لا نهايه. ال3 ده بيكون مغلق والما لا نهايه بيكون ايه؟ مفتوح. ماشي يا صاحبي؟ فانا بقول لك ايه هنا؟ ركز معايا. ماشي. هنا حول المتباينات الاتيه الى فترات. الله. الفترات ابدا بالصغير وبعد كده الكبير. ادي الصغير وبعد كده الكبير. تمام كده. هنا مفيش تساوي يبقى تكون مفتوحه، ودي هتكون ايه؟ مفتوحه. هنا عايز احولها بقى. هبدا انا من ده صغير وده ايه؟ كبير. ده صغير وده ايه؟ كبير. تمام كده. الصغير هنا عندي مغلق والكبير هنا عندي مغلق. في مشكله؟ مفيش اي مشكله. ركز معايا يا صاحبي. فانا بقول لك ده صغير وده كبير. ادي الصغير وادي الكبير. السالب 1 ده بيكون ايه؟ مفتوح، وال3 دي بتكون ايه؟ مغلق. ماشي. ركز معايا يا صاحبي. هنا ابدا بالصغير 6 والكبير 2 وكام؟ و20. ال6 هنا بيكون مكفول، و22 بيكون ايه؟ مكفول. تمام كده.
أنا بحول المتباينة إلى فترة، تمام كده. أبدأ بالصغير 5 والكبير 10، أدي 5 وبعد كده 10. ال5 بتكون مكفولة وال10 بتكون مفتوحة. ركز معايا يا صاحبي، هنا أبدأ بالصغير، دي أعتبر دي -1، -1 وبعد كده 1. -1 مفيش عندها تساوي يبقى مفتوحة، والواحد مفيش عندها تساوي يبقى إيه؟ مفتوحة. حول الفترات الى متباينات. الله، فانا نزلت السين ماشي وعملت علامتين، في عندي هنا الصغير 2 والكبيره كام؟ 5. 2 مفتوحه يبقى ما احطلهاش تساوي، وال5 مفتوحه يبقى ما احطلهاش تساوي. ركز يا صديقي، نزلت السين ورحت عامل علامتين، مين الصغير؟ -1 ومين الكبير؟ 1. تمام كده؟ يبقى احط السين والصغير من ورا والكبير من قدام، ده الصغير من ورا وده كبير من قدام، ده صغير من ورا وده كبير من قدام، بس الصغير ده مقفول يبقى احط له تساوي، الواحد مفتوح يبقى اسيبه كده من غير تساوي. ركز معايا يا صديقي، هنا نزلت السين تمام، رحت عامل العلامتين، انزل الصغير من ورا والكبير من قدام، الصغير مقفول اديه يساوي والكبير مقفول اديه يساوي، تمام كده. نزلت السين ادي العلامتين، نزلت هنا -5 وهنا 12، ده مفتوح اسيبه ايه؟ يبقى الصغير مفتوح اسيبه من غير تساوي، طب ال12 مقفول اديها تساوي. ماشي. بص يا صديقي، هنا عندي الالف اهي، مجموعه الف ومجموعه باء. الف تقاطع باء كمجموعتين، ايه العناصر المشتركه؟ العناصر المشتركه يا صديقي العزيز ال3 مشتركه، تمام. في ايه تاني؟ ال6 مشتركه، تمام. في 1 ولا 2 ولا 5؟ لا، يبقى ال3 وال6. ال3 وال6. الف اتحاد ب، الله، اول ما الف وب يتحدوا مع بعض يبقى باخد كل العناصر ورايا عدم التكرار. خدت ال1 وال2 وال3 وال5 وال6، خدت كل عناصر مين؟ الف. رايح اخد عناصر ب، اخد ال4 ماشي، اخد ال6 قال لي خدناها، اخد ال11 واخد ال12، خدت ال11 وال12، اخد ال3 قال لي اخدناها. الف فرق الب، عارف يعني ايه الف فرق الب؟ يعني اللي موجود في الف ومش موجود في ب. ايه اللي موجود في الف ومش موجود في ب؟ الواحد والاثنين والخمسه، الواحد والاثنين والخمسه. باء فرق الالف، ايه اللي موجود في الباء ومش موجود في الف؟ الاربعه وال11 وال12، الاربعه وال11 وال12، تمام. الجدول اللي قدامك هنا بيقول لي ايه يا صديقي؟ ركز معايا. انا هنا بقول لك عندي مين؟ عندي س اهي. في معلومه عايزك تعرفها، العلامه دي اسمها سيجما، العلامه دي اسمها ايه؟ سيجما. الله، خلي بالك عشان عايزينها في الباب الاول. سيجما دي بتدل على مين؟ قال لي سيجما دي بتدل على المجموع، يبقى العلامه دي اسمها سيجما، يعني بتدل على ايه؟ المجموع. فانا عندي س بكام؟ ب1، عندي 2، عندي 3، عندي 4. تمام كده، ركز معايا الله يبارك لك يا صاحبي. فانا هنا بقول لك سيجما، العلامه دي اسمها ايه؟ ثانية كده بس نظبطوها عشان ما يحصلش أي هبل. العلامة دي اسمها سيجما، سيجما س. الله، أنا عايز سيجما، سيجما دي بتدل على مين؟ المجموع، يبقى سيجما س يعني عايز مجموع س، سيجما س يبقى عايز مجموع س، 1 و2 3، 3 و3 6 و4 10، سيجما س يبقى عايز مجموع س، مجموع س كام؟ 10. حلو. سيجما س، سيجما س بكام؟ ب10 لكل تربيع تديني كام؟ 100. سيجما س تربيع يعني عايز مجموع مين؟ السين تربيع. فانا بعمل ايه؟ اجهز السين تربيع عشان اجيب السيجما بتاعتها، يبقى اجهز السين تربيع. جهز لي السين تربيع. يعني ايه اجهز السين تربيع؟ يعني السين دي عايز اربعها، السين دي عايز اربعها. يعني ايه اربعها؟ يعني اضربها في نفسها كم مره؟ مرتين. فالواحد ده ضربته في نفسه مرتين، الاثنين دي ضربتها في نفسها مرتين، الثلاثه دي ضربتها في نفسها مرتين، الاربعه دي ضربتها في نفسها مرتين. طب هات لي السيجما معناها المجموع، مجموع السين تربيع، مجموع السين تربيع 9 و16 25 وادي 5 تبقى كام؟ 30. سيجما س تربيع يعني مجموع السين تربيع كام؟ 30. فانا بقول لك سيجما س تربيع تديني كام؟ 30. ركز معايا يا صاحبي. هنا صديقي بيقول لي ايه؟ هنا عندي جدول في س وصاد، ماشي. انا عملت ايه؟ حطيت الجدول هنا خانه السين، هنا خانه الصاد، ماشي. خانه السين والصاد، السين بكام؟ ب1 والصاد ب2، السين ب2 والصاد ب4، السين ب3 والصاد ب6، السين ب4 والصاد ب8. وهنا روح تضيف مين تحت يا صديقي؟ انا روح تضيف السيجما اللي هي المجموع. الله،
1 و2 3 3 و3 6 6 و4 10 يبقى سيجما س يعني مجموع السين. ماشي. سيجما صاد يعني مجموع الصاد 2 و4 6 6 و6 12 و8 تبقى كام؟ 20. فانا بقول لك عايز سيجما س يعني عايز مجموع السين. سيجما س يعني مجموع السين كام؟ 10 اهي. طب لو قلت لي سيجما صاد يعني عايز مجموع الصاد، مجموع الصاد كام؟ 20. تمام. فانا هنا بقول لك ايه؟ عايز سيجما س صاد يعني عايز سيجما س صاد مجموع السين في صاد، فانا عايز اجهز الصاد في السين، عايز اجهز الصاد في السين، وبعد ما اجهز الصاد في السين هات لي السيجما بتاعتهم. يبقى انا بجهز اللي قدام عشان اجيب المجموع بتاعهم من ورا. يبقى خطوه 2، اول خطوه اجهز اللي قدام صاد في س، هات لي صاد في س. تمام كده. يبقى اضرب صاد في س. 1 في 2 ب2، 2 في 4 ب8، 3 في 6 ب18، 4 في 8 ب32. صاد في س يعني اضرب صاد في س. 2 في 1 ب2، 4 في 2 ب8، 6 في 3 ب18، 8 في 3 بكام؟ 8 في 4 بكام؟ ب32. هات لي سيجما صاد في س. 32 و18 تبقى 50، 50 و10 تبقى كام يا صديقي؟ 60. سيجما يعني مجموع صاد في س. مجموع صاد في س مجموعها كام؟ 60 اهي. مجموع بتاع صاد في س المجموع بتاعها تحت كام؟ ادي المجموعه شايف دي مجموعها تحت كام؟ 60. يبقى سيجما صاد في س ب 60. يبقى لو انا بسالك بقول لك سيجما صاد في س يعني مجموع الصاد في س بكام؟ ب 60. سيجما صاد س لكل تربيع. الله. يبقى انا بعمل ايه؟ احط هنا 60 شلت دي وحطيت مكانها 60 لكل تربيع، يبقى اضربها في نفسها مرتين تديني كام يا صديقي؟ 3600. 3600. ادخل بعد كده على المعادلات. الله، دي معادله. معادله. عارف يعني معادله؟ معادله يعني فيها علامه يساوي. ركز معايا. معادله يعني فيها علامه ايه؟ يساوي. فالمعادله اللي فيها علامه يساوي يا صديقي دي عايز احلها ازاي؟ بص يا صديقي، هنا امسك ايه بقى؟ انا هنا رحت منزل الاربعه س. ماشي. انا عندي 4 السالب 20 دي تروح الناحيه الثانيه تبقى موجب 20. تمام. 4 س بتساوي 4 زائد 20 يبقى 24. حلو. الاربعه دي لازقه في س يعني مضروبه في س. انا عشان اجيب قيمه س عايز امشي الاربعه، هقسم هنا على الاربعه يبقى اقسم هنا على الاربعه. الاربعه ضاعت مع الاربعه يبقى س بتساوي 24 على الاربعه يبقى س ب6. س بكام؟ 6. حلوه دي. هات لي اللي بعديها. دي مقامها كام؟ 1. ماشي. حاصل ضرب، طبعا ده كسر ودي كسر، حاصل ضرب الطرفين. س زائد 2 اول ما اضربها في 1 يبقى تنزل كام يا صديقي؟ س زائد 2 هتساوي حاصل ضرب الوسطين. 5 في 20 تديني كام؟ 100. فالموجب 2 انا عايز السين، فالموجب 2 تروح تبقى سالب 2. اصبحت س بتساوي كام يا عم احمد؟ 98. في مشكله؟ مفيش اي مشكله. هنا عندي س تربيع اهي، سالب 3 س اهي. عندي السالب 2 تدخل من جوه تبقى موجب 2. ده مقدار ثلاثي بسيط، عايز افكه، عايز احلله. رحت محلله اهي. احلله ازاي يا صديقي؟ السين تربيع دي عباره عن س في س. كام في كام؟ تديني 2 بس مجموعهم 3. قال لي 2 في 1 ب2 ومجموعهم كام؟ 3. اشاره الحد الاخير موجب، اخد اشاره الاوسط واديها للاثنين. اساوي دي بالصفر تديني 2، اساوي دي بالصفر تديني كام؟ 1. في مشكله؟ مفيش اي مشكله. بص يا صديقي هنا بقى امسك دي هنا 3 س. حلو. الموجب 8 تروح الناحيه الثانيه تبقى سالب 8. ماشي. 20 خدت منها 8 تبقى 12. الثلاثه دي مضروبه في السين، فانا هقسم هنا على الثلاثه واقسم هنا على الثلاثه. الثلاثه ضاعت مع الثلاثه يبقى س بتساوي كام؟ 4. مفيش اي مشكله. الصفر ده مقام 1. حاصل ضرب الطرفين س زائد 2 اضربها في 1 يبقى س زائد 2. ودول اول ما اضربهم في صفر يديني كام؟ 0. فالموجب 2 يروح الناحيه الثانيه يبقى سالب 2. اصبحت س بتساوي 0 ناقص 2 يبقى تديني كام؟ سالب 2. ماشي. هنا هدخل على حاجه اسمها التعويض في الداله. التعويض في الداله. عوض عن السين دي بصفر. عوض عن السين بكام؟ بصفر. ماشي. رحت اعوض عن السين في الصفر. 2 في صفر. 2 في صفر بصفر. يبقى انا عندي هنا ايه؟ د س بتساوي 2 س زائد 1 على 3. د س بتساوي 2 س زائد 1 على 3. ركز معايا يا صاحبي كده. فانا بقول لك هنا عوض عن س بصفر، فانا بقول 2 في صفر بصفر. 0 زائد 1 1 على 3. عوض عن السين هنا بسالب 1 سهله، فانا بقول 2 في سالب 1 بسالب 2. سالب 2 وموجب 1 يبقى سالب 1 على كام؟ 3.
عوض عن السين دي بواحد. ماشي. 2 في 1 ما دول مضروبين في بعض يديني 2. 2 و1 3. 3 على 3 تديني كام؟ 1. هنا التعويض في الدالة دال س بتساوي 1 على س زائد 2. دال س بتساوي 1 على س زائد 2. ركز معايا يا صاحبي كده، الناس نامت، فأنا بقول لك هنا عوض عن س بصفر. حاضر. عوض عن س بصفر. 0 زائد 2 تديني 2. ماشي. عوض عن س ب2. حاضر ادي 1. عوض عن س ب2. 2 و2 4. عوض عن س ب1. 1 و2 تديني كام؟ 3. بص يا صديقي هنا ده الواحد. ده الواحد. عوض عن س ب1. 1 على 24 في 1 يبقى 1 على 24 زائد كاف. عوض عن س ب5 يبقى هنا 5 على 24 زائد كاف. حاجة بسيطة يعني. ماشي. هنا بيقول لي اوجد قيمة المجهول. مسائل عادية. دي معادلة ولا مش معادلة؟ معادلة. ماشي. اوجد قيمة المجهول. عارف يعني قيمة المجهول؟ يعني عايز اجيب قيمة س. السالب 4 يا صديقي تروح الناحية الثانية تبقى موجب 4. أصبحت س بتساوي كام؟ 10. خلصانة. اوجد قيمة المجهول. مين المجهول؟ كاف. فالموجب 2 تروح الناحية الثانية تبقى سالب 2. أول حاجة بتخلص من الحد المطلق. 2 كاف بتساوي 10 أخذت منها 2 تبقى كام؟ 8. اول حاجه بتخلص من الحد المطلق. العدد اللي لازق في كاف ده مضروب فيه، فانا هقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين. الاثنين ضاعت مع الاثنين يبقى كاف بتساوي 8 على 2 بتساوي كام؟ 4. ماشي. اوجد قيمه مين يا صديقي؟ اوجد قيمه العدد كاف. الموجب 2 راح الناحيه الثانيه يبقى سالب 2. يبقى 2 كاف بتساوي 10 خدت منها 2 تبقى كام؟ 8. هنا مضروبه في 2 صح؟ هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. الاثنين ضاعت مع الاثنين يبقى كاف بتساوي كام؟ 4. ماشي. بص يا صديقي هنا بيقول لي على فكره هنا ده تلت. ماشي يا عم تلت. اول حاجه السالب 2 يروح الناحيه الثانيه يبقى موجب 2. اصبح يا صديقي تلت صاد هتساوي 9 زائد 2 تبقى كام؟ 11. حلو. انا هنا هعمل ايه؟ عايز امشي التلت، يبقى هضرب في معكوس. ومين معكوسه؟ 3 على 1. هنا زي ما ضربت في 3 على 1 يبقى هنا اضرب في 3 على 1. الثلاثه ضاعت مع الثلاثه والواحد ضاعت مع الواحد يبقى صاد هتساوي اضرب دول يدوني كام يا صديقي؟ 33. بص يا صديقي هنا بعمل ايه؟ بتكلم عن ايه؟ عن حاجه اسمها مقاييس. مقاييس النزعه الله المركزيه يا ملوخيه. مقاييس النزعه المركزيه اللي هي مين؟ عمنا مقاييس النزعه المركزيه عندي 3. هتكلم على الوسط الحسابي، هتكلم على المنوال يا شطار، هتكلم على الوسيط يا عبيط. ماشي. اولا انا هتكلم على مين يا صديقي؟ هتكلم على الوسط الحسابي. اولا هتكلم على مين؟ على الوسط الحسابي. جاب لي مجموعه من الارقام بيقول لي هات الوسط الحسابي. ايه هو الوسط الحسابي؟ مجموع القيم على عددهم. هو ده قانون. انا جبت لك شويه قيم، كبشه قيم كده، 4 قيم 5 قيم 6 قيم 10 قيم ايا كان. فانا عشان اجيب الوسط الحسابي ايه القانون بتاعهم؟ قال لي مجموع القيم على مين؟ على عددهم. ده قانون تحفظ زي اسمك. في الوسط الحسابي هيساوي مجموع القيم على عددهم. يعني مثلا جاب لي 3 وهنا 1 وهنا 5 وهنا 7 وهنا 9. ماشي. هنا جاب لي 6 وجاب لي 8 وجاب لي 1 وجاب لي 4 وجاب لي 9 وجاب لي 5. فانا هنا صديقي عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب الوسط الحسابي. صديقي عشان اجيب الوسط الحسابي هيساوي مجموع القيم على عددهم. مجموع القيم الله، مجموع القيم الله على عددهم. عددهم اللي هم كام؟ 5. 9 و1 10 وادي 10 يبقى 20. 20 و5 يبقى 25. 25 على 5 تديني 5. يبقى الوسط الحسابي لمجموعه من القيم هيساوي مجموع القيم على عددهم. ماشي. هنا رايح اجيب الوسط الحسابي. هقول مجموع القيم على عددهم 6 زائد 8 زائد 1 زائد 4 زائد 9 زائد 5 على عددهم كام؟ عددهم 6. حلو خالص. لو انت ركزت يا صديقي هنا هتلاقي ايه؟ الوسط الحسابي لاي قيم بيساوي مجموع القيم على عددهم. ركز معايا. فانا بقول لك 6 و4 10 وادي 10 يبقوا 20. 20 و5 25. 25 و8 يبقى 33
على 6. 33 على 6 بتساوي كام؟ الله، رحت ماسك آلة حاسبة أهي. 33 على 6، 33 على 6 بتساوي كام يا صديقي؟ بتساوي 5 ونص. 5 ونص، 5 ونص، وتعالى بص شبر ونص، ماشي 5 ونص. يبقى أنا كده خلصت من أول حتة اللي هي إيه؟ الوسط الحسابي لمجموعة من القيم بيساوي مجموع القيم على عددهم. تمام كده؟ طيب ماشي. أدخل بقى على مين يا صديقي؟ على المنوال. ثانيا مين؟ المنوال يا شطار. أول ما أجي أتكلم عن المنوال بقول لك إيه؟ بص يا صديقي، المنوال ده أنا عندي كذا قيمة بتتكرر. حلو؟ أكتر قيمة بتتكرر بسميها منوال. يبقى إيه هو المنوال؟ هي أكثر القيم تكرارا. أكثر القيم تكرارا، يعني مثلا هات لي مثال. فأنا جيت قلت لك 5 7 9 1 8. مثال هقول لك هنا كام يا صديقي؟ 5 9 5 7 5. جيت قلت لك هنا مثال اهو 5 9 5 9 7 8. فانا بسالك ايه هو المنوال؟ المنوال ده صديقي هي اكثر القيم تكرارا او اكثر القيم انتشارا. هنا يا صديقي لو انت ركزت اكثر قيمه اتكررت مفيش. ال5 مره وال7 مره وال9 مره وال1 مره وال8 مره. في قيمه اتكررت؟ لا يوجد منوال. يعني المنوال هنا منعدم. ماشي. هنا صديقي هات المنوال. اكثر قيمه اتكررت كام؟ ال5. يبقى المنوال بتاعي كام؟ 5. اداني قيمه وحيده، يبقى المنوال ده اسميه وحيد، يعني اداني قيمه وحيده. هنا صديقي ايه هو المنوال؟ اكتر قيمه بتتكرر. اكتر قيمه بتتكرر ال5 اتكررت مرتين وال9 اتكررت مرتين. تمام كده؟ يبقى المنوال هنا كام؟ 5 و9. تمام؟ يبقى المنوال اللي هنا اسميه متعدد. اسميه ايه يا صديقي؟ متعدد، يعني اكتر من قيمه. يبقى انا اتكلمت على الوسط الحسابي. الوسط الحسابي لمجموعه من القيم بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع القيم على عددهم. تمام؟ المنوال هي اكثر القيم تكرارا او اكثر القيم شيوعا او اكثر القيم انتشارا. ادخل على مين يا صاحبي هنا بقى؟ هدخل على الوسيط يا عبيط. الوسيط بقى. ثالثا الوسيط. ثالثا الوسيط. الله، ايه هو الوسيط يا عم احمد؟ الوسيط هديك شويه قيم. خلاص؟ اول حاجه تعملها ترتب القيم ترتيبا تصاعديا. بس كده بس. يبقى الوسيط هاخد، لو انا عندي عدد القيم فردي يبقى الوسيط هيديني قيمه. طب لو عدد القيم زوجي يبقى الوسيط هيديني قيمتين. يبقى اول حاجه هعملها ارتب القيم ترتيبا تصاعديا. طب لو عدد القيم فردي يبقى الوسيط هيكون قيمه. لو عدد القيم زوجي يبقى الوسيط هيديني قيمتين. يبقى ايه هو الوسيط؟ هو قيمه او قيمتين تتوسط مجموعه من القيم بعد ترتيبها تصاعديا. يبقى اول حاجه انا بعمل ايه؟ ارتب القيم ترتيبا تصاعديا. لو عدد القيم فردي يبقى الوسيط هيديني قيمه. لو عدد القيم زوجي يبقى الوسيط هيديني قيمتين. بص يا صديقي هنا الوسيط. هات لي مثال. الله، عندي 1 و3 وعندي 9 وعندي 5 وعندي 7. هات لي مثال تاني. فأنا بقول لك إيه؟ عندي 9 وعندي 1 وعندي 5 وعندي 6 وعندي 8 وعندي 4. حلوة خالص. أول حاجة هعملها يا صديقي أرتب القيم ترتيبا تصاعديا. رحت عامل جدول كده، جدول صغير كده. هنا خانة الترتيب، هنا القيمة اللي هتترتب. ماشي. أنا أول ما أجي أرتب أبدأ بالصغير. طبعا أنا هرتب تصاعدي أو تنازلي. الأسهل التصاعدي. هبدأ أصغر حاجة 1 وبعد كده 3 وبعد كده 5 7 9. 5 7 9. تمام كده. لو انت ركزت معايا يا صاحبي هتلاقي ايه؟ دي القيمه الاولى، دي القيمه الثانيه، دي القيمه الثالثه، دي القيمه الرابعه، دي القيمه الخامسه. عدد القيم 5 يبقى عدد القيم فردي، صح؟ اول ما اجي اسالك بقول لك هات الوسيط. القانون بتاع الوسيط مش هيديك الوسيط على طول، امال هيديهولك على العرض. القانون بتاع الوسيط هيديك مكان الوسيط، فانت هتروح عند المكان عشان تطلع القيمه. قانون الوسيط اول حاجه ارتب القيم ترتيبا تصاعديا. لو العدد فردي يبقى الوسيط هيديني قيمه. طب لو العدد زوجي يبقى الوسيط هيديني ايه؟ قيمتين. القانون بتاع الوسيط بعد ما انت ترتب وتعمل الجدول الحلو ده، بعد ما انت ترتب القانون مش هيديك الوسيط ده. الوسيط، القانون بتاع الوسيط هيعرفك المكان وانت تروح عند المكان عشان تجيب القيمه. فانا هعمل يا صاحبي هنا بقول لك ترتيب
ترتيب الوسيط. امسك العدد الفردي ازود عليه 1 واقسم على 2. ازود عليه 1 واروح قاسم على كام؟ 2. العدد الفردي كام؟ 5. 5 و1 6 على 2 يديني كام؟ 3. يبقى يا صديقي الوسيط عندي كام؟ الوسيط عندي الثالث. ادي الوسيط الثالث قيمته كام؟ 5. الوسيط الثالث قيمته بتساوي كام؟ 5. قيمته بتساوي كام؟ 5. تمام كده. ركز معايا يا صاحبي كده. فانا بعمل ايه هنا؟ جيت عملت ايه؟ ركز معايا. الله الله، ركز معايا. هنا بتكلم على الترتيب، هنا بتكلم على الترتيب، وهنا بتكلم على القيمة. ماشي، هنا بتكلم على الترتيب وهنا بتكلم على القيمة. لو انت ركزت معايا يا صديقي هنا بعمل ايه؟ هنا عندي ماشي، ابدا باول حاجة الواحد، بعد كده 4 و5 و6، 4 و5 و6 و8 و9 و8 و9. لو انت ركزت معايا يا صديقي هنا بقول لك ايه؟ دي القيمة الأولى، دي القيمة الثانية، دي القيمة الثالثة، دي القيمة الرابعة، دي القيمة الخامسة، دي القيمة السادسة. عدد القيم 6، يبقى عدد القيم زوجي. يبقى أول حاجة رتبت القيم هنا. لو الوسيط عددها فردي يبقى الوسيط قيمة. طب لو عدد القيم زوجي يبقى الوسيط قيمتين. فهنا العدد زوجي، الوسيط قيمتين. القانون بتاع الوسيط بيعرفني مكان الوسيط وانا بروح عند المكان عشان اجيب القيمه. فانا بسالك بقول لك ترتيب الوسيط كام؟ ترتيب الوسيط امسك العدد الزوجي اقسمه على 2، وامسك العدد الزوجي ازود عليه 2 واقسمه على 2. حلو خالص. فانا بسالك واقول لك ايه هنا صاحبي؟ ركز معايا. العدد الزوجي هنا 6. 6 على 2 تديني كام؟ 3. 6 على 2 تديني 3. 6 و2 يبقى 6 على 2 تديني كام؟ 3. 6 و2 8 على 2 تديني كام؟ 4. يبقى الوسيط هو الثالث والرابع. الوسيط هو الثالث والرابع اللي هم كام؟ 5 و6. اقدر اقول اذا قيمة الوسيط بتساوي كام يا عم أحمد؟ قيمة الوسيط 5 و6. 5 زائد 6 على 2 يعني 5 ونص. يبقى أخذت القيمتين جمعتهم وقسمتهم على 2. ده الوسيط في حالة أو إن يبقى عدد القيم فردي، وده الوسيط في حالة إن عدد القيم بيكون زوجي. بصوا يا رجالة كده احنا هندخل على مين؟ هدخل على حاجة اسمها التجربة العشوائية. الله يا صديقي العزيز. التجربة العشوائية دي يا صديقي هي تجربة أنا عارف كل النتائج اللي ممكن تحصل، بس مش هقدر أحدد إيه اللي هيظهر بالظبط. يعني مثلا أنا هرمي عملة معدنية، ممكن تظهر عندي صورة أو كتابة، ممكن يظهر، فأنا عارف ممكن كل النتائج اللي ممكن تحصل، لكن مش هقدر أحدد إيه اللي هيحصل بالظبط. هرمي حجر نرد اللي هو بتاع السلم والتعبان، ممكن يظهر 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، ممكن يظهروا دول، لكن هقدر أحدد إيه اللي هيظهر بالضبط؟ لا طبعا. عشان كده أنا بسألك على الفاء. إيه هو الفاء؟ الفاء يا صديقي ده هو اللي هو أنا بدلعه كده وأسميه فضائل عينة. الكلام ده عدى علينا في ثالثة إعدادي. أيوه، فضائل عينة. لو أنا رميت عملة معدنية مرة هيظهر عندي صورة أو كتابة. تمام كده. طب يا صديقي لو أنا رميت عملة معدنية مرتين، يبقى المرة الأولى هيظهر صورة وكتابة. طب دي المرة الأولى. طب المرة الثانية يا إما صورة يا إما كتابة. هنا يا إما صورة يا إما كتابة. فأول ما أجي أسأل على فضائل عينة هتقول لي إيه؟ أول ما أسأل على فضائل عينة هتقول لي يا صديقي إيه؟ ممكن تظهر صورة وراها صورة، صورة وراها صورة. الله، ركز 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 ركز. صورة وراها صورة. وممكن تظهر عندي صورة وراها كتابة، صورة وراها كتابة. وممكن يظهر عندي كتابة وراها صورة، كتابة وراها صورة. وممكن يظهر عندي كتابة وراها كتابة. في أي مشكلة؟ فيش أي مشكلة. لو أنا هنا رميت حجر النرد مرة، حجر النرد اللي هو بتاع السلم والتعبان مرة رميته، هيظهر 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. رميت حجر النرد مرة. تمام يا صديقي؟ فأنا بسألك هنا، لو أنا بسأل على حدث، الحدث ده يا صديقي بيكون إيه؟ جزء من فضاء العينة. يعني مثلا أنا هنا بتكلم على مين؟ حدث الألف ده حدث ظهور عدد زوجي.
حدث ظهور عدد زوجي. ايه الاعداد الزوجيه؟ الاثنين والاربعه والسته. طب هنا بعتبر الباء ده حدث برضه بس ظهور عدد فردي، اللي هو ايه العدد الفردي؟ اللي هو ممكن 1 و3 و5. ظهور عدد اولي اللي هو 2 و3 و5. انا هنا بتكلم عن دال. ايه هو دال؟ قال لي دال الاعداد التي تقبل القسمة على 5. قال لي مفيش غيرها. جيم، ايه هو جيم يا عم احمد؟ جيم انا عايز كل الاعداد اللي اصغر من 7. الله، كل الاعداد اللي اصغر من 7. ايوه، يبقى خد الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته. تمام كده. دي احداث. دي احداث. ماشي. اول ما اجي اسالك واقول لك ايه هي انواع الاحداث؟ انواع الاحداث عم احمد، انواع الاحداث 3. في عندي حدث مؤكد، يعني اكيد هيحصل. الحدث المؤكد زي مين؟ الحدث المؤكد زي جيم، اللي بيلم ويضم كل النواتج اللي موجوده في فضاء العينه. تمام كده؟ طيب ماشي. في عندي حدث مستحيل. ايه هو الحدث المستحيل؟ اللي مستحيل يحصل. يعني مثلا انا في فضاء العينه حجر نرد، عايز عدد اكبر من 10، ما عنديش اعداد اكبر من 10، يبقى ده اسمه حدث مستحيل لا يحتوي على عناصر. في عندي حدث بسيط. ايه هو الحدث البسيط؟ اللي فيه عنصر واحد زي كده. دي اسمها انواع الاحداث. انواع مين؟ الاحداث. طب تمام كده. في عندي معلومه ثانيه بقول لك هنا، لاحظ يا صديقي العزيز، لاحظ ايه بقى؟ احتمال اي حدث. الله، احتمال اي حدث. الاحتمال ده اروح عامل شرطه كسر. تمام. هنا احط مين يا صديقي؟ احط عدد عناصر الحدث. عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينه، على عدد عناصر فضاء مين؟ العينه. يعني مثلا اول ما اقول لك احتمال الالف، احتمال الالف، يبقى اقول عدد عناصر الف على عدد عناصر فضاء العينه. يبقى هنا ترجم بقى، لام الف دي معناها ايه؟ لام الف دي معناها احتمال الالف. نون ألف دي معناها إيه؟ عدد عناصر ألف. نون ف عدد عناصر فضاء العينة. فأنا هنا جيت قلت لك إيه؟ فضاء العينة في عندي كام؟ مثلا في عندي 1 2 3 4 5 6. ألف ده في كام؟ ألف في 2 و4 و6. تمام كده. فأنا بسألك وأقول لك إيه؟ أنا عايز لام ألف. يعني لام ألف يعني احتمال الألف. فأنا بحط عدد عناصر ألف أهو على عدد عناصر فضاء العينة أهو. يبقى لام ألف يعني احتمال الألف، عدد عناصر ألف على عدد عناصر فضاء العينة. تمام كده. أنا عندي حدث اسمه باء. مثلا في كام الباء؟ في 1 و3 و5. الله. فأنا بسألك وأقول لك لام باء. يعني إيه لام باء؟ يعني احتمال الباء. رحت عامل شرطة كسر. احتمال الباء مش احتمال أي حدث. أقول عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة. احتمال الباء يبقى عدد عناصر الباء على عدد عناصر الفاء اللي هي فضاء العينة. يديني كام؟ نص. بعد كده صديقي أنا قلت عندي حدث اسمه دال، كان في عنصر واحد. فأول ما أجي أقول لك احتمال الدال يبقى عدد عناصر دال، عدد عناصر هو عنصر واحد على عدد عناصر فضاء العينة. يعني مثلا عندي جيم مثلا. تمام كده. مثلا ما فيهوش عناصر خالص، يبقى اول ما اجي اقول لك احتمال الجيم هو ما فيهوش عناصر، يبقى اقول عدد عناصر جيم ما فيش عناصر على عدد عناصر فضاء العينه بتساوي كام؟ صفر. بتساوي كام يا صديقي؟ صفر. تمام كده. في عندي هنا ايه بقى يا صاحبي؟ ركز معايا كده. في عندي حدثان متنافيان. الله. في عندي حدث اسمه ألف وحدث اسمه باء. أدي حدث اسمه ألف وحدث اسمه باء. دول حدثان متنافيان يعني متخاصمين. يعني ألف تقاطع باء بتساوي فاي، يبقى احتمال التقاطع يعني احتمال الفاي بصفر. يبقى حدثان متنافيان. يعني متنافيان يعني متخاصمين، يعني مفيش بينهم عناصر مشتركه، تقاطعهم بفاي واحتمال التقاطع بكام؟ بصفر. دول حدثان متنافيان. ماشي. في معلومه ثانيه بقول لك هنا، لاحظ ايه بقى؟ بص يا صديقي، عندي 4 عمليات. احتمال الف تقاطع الباء بكام؟ وبعد كده قلت لك احتمال الالف اتحاد الباء بتساوي كام؟ وبعد كده احتمال الالف فرق الباء بتساوي كام؟ وبعد كده بقول لك احتمال المكمله بتاعت الف بتساوي كام؟ دول 4 حاجات عدوا علينا ايام ثالثه اعدادي.
احتمال التقاطع بتساوي احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص، أنا عايز التقاطع يبقى ناقص الاتحاد. طب لو أنا عايز الاتحاد يبقى أقول لك احتمال الأول زائد احتمال الثاني، عايز الاتحاد يبقى ناقص التقاطع. الله ينور عليك. احتمال الفرق دايما أقول احتمال الأول ناقص احتمال التقاطع. احفظ، احتمال مكملة أي حدث بتساوي 1 ناقص احتمال الحدث الأصلي. 1 ناقص احتمال الحدث الأصلي. تمام كده. في عندي هنا بقول لك ملاحظة. إيه هي الملاحظة؟ ركز معايا يا صاحبي. أنا عندي العمليات. عندي مين؟ العمليات على الأحداث. ماشي. في عندي أول حاجة عملية مين؟ التقاطع. عملية التقاطع اهي. تمام كده. وبعد كده هتكلم عن عملية الاتحاد. ماشي اهي. وبعد كده بتكلم عن عملية الفرق اهي. ماشي. فأنا بقول لك يا صديقي هنا ماشي. حدث احتمال حدث وقوع ألف وباء معا. ماشي. احتمال وقوع ألف أو باء على الأقل، أو ممكن ألاقي كلمة كلاهما. ماشي. احتمال وقوع ألف فقط. ماشي. لو أنت ركزت يا صاحبي هتلاقي إيه؟ هبدأ أترجم زي الإنجليزي. احتمال، الاحتمال أهو ألف باء، أول ما ألاقي كلمة و أو معا يبقى تقاطع. حلو دي. احتمال يعني لام، ألف باء، أول ما ألاقي كلمة أو، كلمة على الأقل، كلمة كلاهما، ده اسمه اتحاد. احتمال احتمال وقوع ألف فقط، يعني وقوع ألف وعدم وقوع باء، وقوع ألف وعدم وقوع باء. تمام كده. هنا عندي ملاحظة. ايه هي الملاحظة صديقي العزيز؟ أول ما أجي أقول لك احتمال وقوع ألف فقط، لا، احتمال وقوع الألف، احتمال وقوع ألف، احتمال وقوع ألف، أو احتمال عدم وقوع ألف. ترجم لي؟ هترجمها لك. حاضر. أول ما ترجم لك يا صديقي بقول لك إيه هنا، ركز معايا كده. احتمال وقوع ألف أهو، أدي احتمال وقوع ألف. احتمال عدم وقوع ألف يبقى أدي المكملة بتاعت ألف. ده احتمال وقوع ألف واحتمال عدم وقوع ألف. في عندي ملاحظة. إيه هي الملاحظة صديقي؟ أول ما أجي أقول لك ألف جزئية من باء، يعني ألف دي صغيرة جوا مين؟ باء. فأول ما أقول لك هنا ألف تقاطع باء وألف اتحاد الباء. ألف تقاطع باء هيتقاطعوا في الصغيرة، وأول ما يتحدوا فين؟ في الكبيرة. ألف دي صغيرة وباء دي إيه؟ كبيرة. يبقى أول ما يتقاطعوا في الصغيرة، وأول ما يتحدوا فين؟ في الكبيرة. هاخد 3 مسائل على كل الكلام اللي اتشرح. يلا بينا. صندوق به 5 كرات حمراء، 6 كرات صفراء، 4 كرات خضراء، 5 كرات ايه؟ حمراء. ماشي. 6 كرات ايه؟ صفراء. تمام. 4 كرات خضراء. ماشي يا صديقي. على بعضهم يبقوا كام دول؟ 15 كرة. سحبت كرة عشوائيا، اوجد احتمال ان تكون الكرة المسحوبة حمراء. احتمال، اي احتمال في العالم، اقول عدد العناصر اللي بتكلم عليها على عدد عناصر فضاء العينه كله. الحمراء كام؟ 5 على العدد كله كام؟ 15. يبقى 5 على 15، 5 على 15 في ابسط صوره يديني ثلث. ماشي. طب لو صفراء، عدد الصفراء كام؟ 6 على 15. ادي 6 على 15 يبقى 2 على كام يا صديقي؟ 2 على 5. طب لو بيضاء يبقى بيضاء مفيش، يبقى الاحتمال ده بيساوي كام يا صديقي؟ 0. طب يا صديقي انا بقول لك هنا حمراء او صفراء، حمراء او صفراء يبقوا على بعضهم كام؟ 11 على كام؟ 15. هنا صديقي مديك احتمال اللام ألف، 2/10 اللام باء، وادي الاتحاد. أول ما أطلب منك تقاطع يبقى أقول لك احتمال الأول زائد احتمال الثاني
تقاطع يبقى ناقص الاتحاد. الله. احتمال الألف 2/10، احتمال الباء 6/10، يبقوا 8/10، ناقص الاتحاد 5/10. 2 و6 8، 8 خدت منها 5 تديني كام؟ 3. أول مطلوب منك الفرق. الله. يبقى احتمال الأول ناقص التقاطع، ألف تقاطع باء أو باء تقاطع ألف. احتمال الأول اللي هو الباء 6/10، ناقص التقاطع ناقص التقاطع كام يا صديقي؟ التقاطع كام؟ 3/10. التقاطع كام؟ 6/10 ناقص 3/10 تديني 3/10. هنا ادي الشرطة بتاعت المكملة. احتمال المكملة بتساوي 1 ناقص احتمال الحدث الأصلي، فأنا بقول لك هنا 1 ناقص احتمال الألف اللي هي 2/10، 1 ناقص 2/10 بالآلة الحاسبة تديني كام؟ 8/10. آخر سؤال عندي يا صديقي بيقول هنا إيه؟ أدي احتمال الألف 2/10 واحتمال الباء 4/10. ألف وباء حدثان متنافيان. عارف يعني إيه حدثان متنافيان؟ يعني تقاطعهم بيساوي فاي واحتمال التقاطع بيساوي 0. تمام. أطلب منك التقاطع. احتمال التقاطع ب0. حلو. احتمال التقاطع بكام؟ 0. الاتحاد يبقى بقول لك في الاتحاد احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص التقاطع، ما التقاطع ب0 يبقى ما فيش داعي إن نكتبه. احتمال الأول 2/10، احتمال الثاني 4/10، على بعضهم 6/10. تمام. أطلب منك الفرق. يبقى بقول لك احتمال الأول ناقص التقاطع، طب ما التقاطع ب0 يبقى هتديني كام؟ الألف اللي هي 2/10. احتمال الأول ناقص التقاطع، طب ما التقاطع ب0 يبقى احتمال الباقي بكام يا صديقي؟ ب4/10. كده أبقى انتهيت من كورس التأسيس الخاص بمادة الإحصاء للشعب الأدبية. طلبة أدبي أشوفكم على خير إن شاء الله مع بداية المنهج بتاعنا. الكورس ده مهم جدا 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 جدا. ده رقم المنصة وده رقم الخاص بمستر أحمد منصور. أي حاجة عايزينها أنا تحت أمركم. تشيروا الفيديو ده لكل زمايلكم وكل أصحابكم، وانتظروا مني فتح حجز الأونلاين لكل طلبة الجمهورية. طلبة ثالثة ثانوي أدبي عام وأزهر دفعة 2027 دول في قلبي. أشوفكم على خير. سلام.